صباح الخير. صباح الخير. بعد ما صلحتها قلت لكم ان انا صلحتها اتكسرت تاني. معلم، المهم ان انا هعملها تاني ان شاء الله. طبعا انا منزله الفيديو بتاع ان انا مش عارفه ليه بقالي شويه كسلانه وبقالي شويه مش قادره اتعامل، مش عارفه اعمل فيديوهات، مش عارفه اعمل اي حاجه. وقلت معلومه ان انا خدت فيدروب وما اعرفش، لان من اعراضه ان في كسل. ما اعرفش هل الكسل اللي فيا ده بسبب فيدروب ولا لا، بس احب اقول لكم انا ما خدتش فيدروب امبارح، صحيه نشيطه جدا. عندي دافع وتحفيز كده ان انا اعمل الفيديوهات مع رياضه مع كل حاجه ورايا حرفيا جايه على بالي ان انا اعملها. انا المفروض ان انا اجيب مفك زي ما عملت اول مره، طلعت الطرحه مخروم عادي جدا ولا يهمنا. هل هنقفل الفيديو وهنمسح وهنجدد الكلام على النعمه هنسى؟ طيب انا فكيت الصاموله، لا ما فكيتهاش المهم يعني انا مشغله الغساله، فطرت. بس انا خدت لقطه الفطار عشان ما انساش انا فطرت ايه واقول لكم انا نسيت فطرت ايه. لا بس انا ما نسيتش كتير زهقت من الحنه قلت اغير لون، ما علينا يعني. المهم عندي خطه عايزه اعملها، الا وهي مش حاجه مغريه اللي هتنزل. طب ليه من قدام باب الشقه حاجتي انا اللي ظاهره؟ فانا بقى بفكر الجمجمه لما بتشتغل بتعمل بلاوي. انقل حاجتي انا في اوضه ميار واجيب حاجه ميار هنا، وبالمره اسحب من اوضه منا اللي انا مبهدلاها دي حبه حاجات وادخلها في الليفينج. يبقى كده الليفينج اتروق، اتنضف، اتظبط، مرصوص. الحاجه مرصوصه مرصوصه، دي مرصوصه دي مهمه قوي. عشان لما نيجي نفرد السرير، الكنبه السرير، علشان لما يبقى فيه ضيوف فتره الدخله وكده والحنه يعرفوا ايه يناموا. هيبقى كده اوضه منا نظيفه وفيها سرير وممكن نحط فيها مرتبه. كده اوضه الليفينج نظيفه ومحتاجه الكنبه تتفرد والصحاره موجوده ممكن حد ينام عليها. هنا الكنبتين في الريسبشن موجودين. اوضتي نظيفه، انا منظفه اوضتي، انا عامله في اوضتي شويه حاجات عنب. اوضتي نظيفه ومستعده ان اي حد ينام فيها. نفس الكلام في اوضه ميار، اوضه ميار هي اللي متبهدله، بس طبعا دي اوضه عروسه فطبيعي ان هي تكون متبهدله ولسه عايزه تتنظم ولسه عايزه تترص. اوضه ماما نضفتها تنظيف عميق من فوق الدولاب وكده، فاضل بس شويه حاجات بالبلاور مع المكنسه والمسح ويبقى كده ده اسمه فينيش. عايزه اعمل السجادتين بتاعتي وبتاعت ماما، او بتاعت ماما اللي هما الاثنين البني. بتاعتي ما بتبقاش متوسخه قوي، فانا ممكن ادعك بس لو في مثلا بقعه مانجا بق شاي مش عارفه ايه، بس هي مش متوسخه قوي لان حرفيا انا ما بقعدش فيها اللي هو مقيمه فيها. لا انا لو حتى مقيمه ببقى مقيمه على السرير، ما بقعدش على الارض، فبالتالي الارض ما بتتوسخش مني بسرعه، ما باكلش على الارض في الارض ما بتبقعش مني بسرعه. هي لو حاجه وقعت هتبقى مانجا وشاي، اكتر من كده لا، حتى صلصه مش هلاقي. فانا عايزه انضف بس هو مثلا في نقطه حاجه وقعت اروح ماسكاها بالفرشه وايا كان نوع المسحوق، وكده تبقى ايه رخرة تهوت بتاع ساعتين 3 او يوم في البلكونه. واوضه ماما هي اللي محتاجه تتغسل ضروري، وكل سجاد المطبخ حرفيا عندي 3 اطقم سجاد فهم ال3 عايزين يتغسلوا. فهل انا هقدر اعمل كل ده النهارده سواء نقل العفش مع السجاد؟ مش عارفه، ولكن دي الاهداف اللي جايه الفتره دي، مع مسح الاوض بتاعتي انا وماما وبتاعت ميار وفرش السجاد بتاعهم تاهيلا للناس اللي جايه، عشان الناس دي ممكن تبات في الاوض بتاعتنا او تبات في الشقه الناحيه دي في الاوض اللي انا قلت عليها منا والليفينج والريسبشن. تمام. ده اسمه حفاز، وده اسمه او تحفيز بمعنى اصح، وده اسمه ان ورايا حاجات كتيره وانا بعبر عنها. ولكن هل انا هعملها كلها؟ ان شاء الله بمشيئه الرحمن نقدر. وعايزه اصلح دي لاني هحتاجها، لاني مش لازم ابقى ماسكه الموبايل كده. انا مش قادره اوصف لكم اصلا انا ماسكه الموبايل على ايه. تعالوا حتى الموبايل هنا وسند ظهره هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ده حوار بالنسبه لنا يعني. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شويه اني انا محتاجه جنبي هجيب من الشريعه عشان اسيبها مركونه، اتكسرت فاسيبها مركونه. فجبت بتاع ده اللي هو بتاع الضوافر. هحاول بدل ما انا حاطط الماده اللي هي اللي انا لزقت بيها دي، لا هحط الصاروخ دوت. ويا رب يا رب انا بجد متكل على الله في كل حاجه حرفيا. هقول لكم انا صاحيه امتى وهقول لكم انا نايمه امتى. نايمه الساعه 4، صاحيه الساعه 9:30 او 10 الا ربع، على دب من فوق. يعني في ناس فوق بتعمل حاجه في السطوح او في الدور ال 12
مميتة، عارفين يعني حقيقي حسبي الله ونعم الوكيل، مش لاقية كلمة أكتر من كده. بُصّوا، هي الدراسة بدأت والأمهات بدأت تصحى بدري والناس بدأت تصحى بدري سواء الموظفين أو الأمهات، بس إحنا مش مسألة إن إحنا عشان مش موظفين فما بنصحاش بدري، لأ بالعكس أنا قعدت فترة كبيرة أوي باصحى بدري، بس بجد كنت تعبانة أوي امبارح. كسلانة ما كنتش باتحرك بس نايمة متأخر جدًا، بالليل كده هفِّت معايا أقوم أعمل شوية حاجات في الأوضة عندي، فقُمت هدّيت الأوضة ورجعتها تاني، فكنت تعبانة، تعبانة بجد، مش رجعتها بس ضبّطت يعني قلبت الحاجة أكتر ما هي كانت مقلوبة، فكنت سهرانة كتير. وأنا قايلة لكم إن أنا ما باعملش أي حاجة غير إني باغسل وانشر واطبّق الغسيل، أغسل وانشر واطبّق الغسيل، فده كان بالنسبة لي هلك. يا جماعة مش هلكانة بس كنت عايزة أنام واصحى بدري واصحى في الوقت اللي أنا عايزاه، رغم إن أنا حرفيًا كان نفسي أصحى الساعة 07:00 لإني كنت قُلت خلاص أنا محتاجة أعمل شوية روتينات، لإني مهملة فيّا جدًا، جدًا. فقُلت هاصحى بدري، بس ما اصحاش بدري على صداع، حرام، حسيت إن الطبلة بتيجي هنا في المُخ من هنا وفي ودني وفي عينيّا من الحتّة بتاعة العضمة دي، فحقيقي كنت هلكانة أوي، زعلانة أوي إن أنا صحيت من النوم على كده، ونبعت في الجروب كإننا ما بنبعتش أي حاجة، الصوت يسكت دقيقة أو دقيقتين ودب، دب، دب، حسبي الله ونعم الوكيل حقيقي. عملت الشاي وعملت الفطار وفطرت ولسه مدوّرة الغسالة ما بقالهاش 10 دقايق، ومدوّرة العصارة عشان تعصر حاجات، أظن أنا كده قُلت كل المقدمة بتاعة كل حاجة أنا عايزة أعملها حرفيًا أو عملتها. يالّا هنعمل إيه دلوقتي؟ ماما صحيت بعتت لي دلوقتي عبير عايزة تشرب الشاي، فهاعمل الشاي و شوية حاجات كده في المطبخ عايزة أعملها مش كركبة، يعني مواعين مغسولة عايزة تتعين، الرخامة ما اتصبنتش بالليل علشان الهوانم عملوا عليها حاجات فعايزة تتصبن، كام معلقة ردة كده على البوتاجاز فعايزين يتمسحوا، ولكن أنا عايزة أسحب السجادة والأرض تتمسح، بس إمتى؟ مش دلوقتي. مرحلة نقل كل ده للريسبشن، عشان بقول لكم ان هي جابت حاجات وانا امبارح قبل ما ادخل الحاجه هنا، الحاجات اللي جت بقى، فكل ده هيطلع بره في الريسبشن دلوقتي. استودعكم الله. والنبي شايفين الطعامه على رأي الشروق، يا ولا يا ولا. طبعا ملناش دعوه باي تراب، المهم ان المكان فاضي، وبجد لما بفتقد الريسبشن الليفنج ده ما يكون فاضي كده ونضيف كده. هاي مش باينه قوي مش مشكله، المهم ان انا مبسوطه ان الليفنج بقى بالفضا ده، على العلم ان انا نفخت الريسبشن. تعالوا اوريكم يا حبيبي يا ريسبشن، يا حبيبي يا ريسبشن يا عيني. تعالي كده عشان مش هتقعدي لنا انت بالقطايه دي ولا بالرباعيه دي. يا عيني كان ريسبشن يا عيني، فاكرين المكان ده من شويه كان عامل ازاي؟ يا عيني يا ريسبشن، يا عيني يا ابني، يا عيني. فاحنا في تجهيزات العروسه حبيبتي، فربنا معانا بقى. استنى والله دي الكنبه دي ما جاتش بمستحقاتها. يا عيني يا ريسبشن يا عيني. يلا هنظبط الدنيا دي كده ويحلها المولى. من كتر ما انا مبسوطه بيها وهي فاضيه عماله اصورها كتير قوي 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 فوق ما تتخيلوا، عشان دلوقتي المفروض هملاها الاجهزه بتاعتي مع البلاستيكات. بصراحه مش عارفه هتاخد المفروشات ولا لا، ولكن حقيقي صعبان عليا والجزء ده هيتبهدل يعني. بصوا المفروض ان انا بستغل الجزء ده، بصوا ما شاء الله اكبر، يعني مثلا هو بلاطه ونص تقريبا، بستغله بقى لحد فوق، واكيد هستغل الجزء ده برضه، اللي هم الاماكن اللي مثلا ما بيتقعدش فيها او مش محتاجينها كتير، اللي هي الجزء ده. تمام، صعبان عليا الاوضه. انا بحب الليفينج جدا. بصوا يعني هي اصلا الكنبه ليها ذكريات معايا حلوه، فانا بحب الليفينج، انا عن نفسي بحب الليفينج. جبت اخواتي دول بقى الحلوين الامارات، طبعا مش هنعرف نبدا اي حاجه من غيرهم، فقلت لا نروح نجيب الحاجات دي ونشتغل على طول، عشان الارض طبعا متطربه شويتين مع شويه حاجات مع شويه محتاجات. يلا والله العظيم انا كنت مبسوطه بايديا قوي، انا كنت زهقت من الحنه واللي هي اصلا متكسره، فقلت احط اكلادور. ايدي باظت من سترس ومن التنظيف، يا لهوي شكله وحش قوي، هو كان المفروض لونه ازرق، ده مش ازرق، بس انا عملت الحاجات دي انا مبسوطه. وطلع لي دول في البخت كده المفروض يكونوا في الكراتين دي، انا مبسوطه. ولسه في حاجات هنا برضه انا مبسوطه، بس مش قادره اقوم اوريكم دلوقتي، لسه قاعده فشويه وهعمل حاجات تاني، المفروض دول في كرتونتين، دي عبير ملناش دعوه بيها.
المفروض دول كرتونه وكرتونه، لا دول كلهم كرتونه واحده، دول هم الكرتونه التانية، بس هم صغنطين قوي على انهم يبقوا في كرتونه، والله ما اعرف. انا لسه هرص. والمعالق دي طلعت لي في البخت برضو، انا ما اعرفش الحاجات دي بتطلع مره واحده من اماكن كده مختلفه، فلسه كل ده عايز يترص، كله عايز يترص. هحاول اخد لك فيديو سريع قوي عشان بتاع وكده. دي الحاجات بتاعت هنا، ودي خليتها خالص كنبه. الجهاز اصلا كان كده، بس هو اللي خلاني شلته وطلعته بره. دول عايزين كرتونه، والشنطه دي عايزه كرتونه.